من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا إن إحنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك هتعرف دلوقتي الخير والشرف اللي نالك عشان أنت من أمته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتحدث به أو تعمل به. ربنا سامحك في أي حاجة بتدور في بالك طالما ما اتكلمتش أو ما نفذتش لأمتي عشان أنت من أمته صلى الله عليه وسلم. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. عن أمتي عشان أنت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سامحك في الخطأ والنسيان وأي حاجة استكرهت عليها. إحنا أول أمة تبدأ الحساب، وأول أمة تجوز على الصراط، وأول أمة تدخل الجنة. ربنا وفر لك آلاف السنين في الانتظار في أرض المحشر إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم عشان أنت من أمته صلى الله عليه وسلم. بيقول نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. وبيقول صلى الله عليه وسلم ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. وبيقول صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون والأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. كل ده لمجرد بس إنك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إكراما لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد ده حاجة عظيمة جدا، هو اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضى إنه يكون بينك وبينه، هو اللي يعرفك مين ربنا، هو اللي يعرفك توصل له إزاي، هو اللي يعرفك كل حاجة عن الدين والإسلام. عشان تفهم وتتخيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل لك إيه. بص لأبوك وأمك، مفيش حد فينا إلا وهو بيحس إن الفضل اللي الأبوه وأمه عليه ملوش آخر وما يقدرش يسدده ولا يقدر يعوضهم عن اللي عملوه عشان خاطره. أبوك وأمك علموك إزاي تعيش في الدنيا وتعبوا عشان خاطرك عشان تعرف تعيش في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم عرفك إزاي تنجو في الآخرة، إزاي تنجو من النار. هم علموك إزاي تعيش. النبي صلى الله عليه وسلم عرفك لما تموت إزاي تنجو، إزاي تقابل ربنا سبحانه وتعالى وهو راضي عنك، إزاي تدخل الجنة. وبعدين الابتلاءات اللي مر بيها النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا، اللي يعني تنوء بيها الجبال، ما منعتوش إنه يفضل يفكر في أمته ويدعو لأمته ويحمل هم أمته صلى الله عليه وسلم. ثم إنه حتى تمنى إنه يراك وهو ما يعرفكش. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وددت أني قد رأيت إخواننا. فالصحابة قالوا له يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي، إخواننا الذين لم يأتوا من بعد وأنا فرطهم على الحوض، أنا مستنيهم على حوض الكوثر عشان لما ييجوا استقبلهم صلى الله عليه وسلم. أنا هقول لك حاجة أخيرة تتأملها تعرف عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني إيه عشان تفهم؟ يعني كل النبي كان ليه دعوة أول ما يقولها تجاب على طول، زي دعوة سيدنا نوح. النبي صلى الله عليه وسلم لا، ادخر الدعوة دي إنه يشفع لأمته يوم القيامة من غضب ربنا سبحانه وتعالى. في منزلة في الجنة اسمها الوسيلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه بعد ما ترددوا ورا الأذان ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. طب ما تدعي لنفسك يا رسول الله، ما الدعوة المستجابة ادعي بيها منزلة الوسيلة، إنك تنال منزلة الوسيلة صلى الله عليه وسلم. لا، تدخر دعوته ليك وقال لك ادعي لي بالوسيلة. شوف الرحمة والقلب، يعني ادخر دعوته المستجابة ليك انت عشان يلحقك وقال لك ادعي لي بالوسيلة بعد كل أذان. ايه الرحمة دي صلى الله عليه وسلم. فانت لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم افتكر ان انت عايش في خير وهتموت في خير وتبعث في خير ان شاء الله لمجرد انك من امته صلى الله عليه وسلم. وكما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى.